ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم السمبوسه الباف. طريقتها جميله واقتصاديه وعلى قد ايدينا. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. معايا كده نص كيلو من الدقيق، ومعايا ربع كوبايه من الزيت، ومعايا معلقه كبيره لبن بودر، ورشه ملح طبعا. ومعايا بقى الحشو هنا هيكون جبنه، ومعايا دقه زعتر بجيبها من عند العطار. النوع ده جميل قوي قوي قوي، جربيه حلو قوي. تمام. وممكن الحشو ده زي ما تحبي. طبعا بقى هنا بقى هنزل بالدقيق، وهحط بقى اللبن اللي هو البودر، وهحط ربع كوبايه الزيت، وهدعكم كده كويس الاول زي بس كده. هبسها كده لحد ما الزيت بس يتشرب كله. وبعدين هبدا انزل بقى، طبعا معايا ميه دافيه، هنزل بيها كده حبه بحبه لحد ما العجينه معايا تلم، زي ما انتم شايفين خطوه بخطوه. تمام. اهي العجينه بدات تلم معايا. طبعا بقى ايه، هلمها كلها كده وهنزل بيها بقى على الرخامه بتاعتي كده، اخدمها كويس قوي قوي عشان خاطر العجينه تبقى معايا لينه كده وممتازه معايا في الطريقه ان شاء الله، تديكي نتيجه افضل يعني. كمان هسيبها بعد ما اخلصها بقى هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه، وبعدين هرجع ان انا افردها. عشان سبتها بقى ترتاح كده ربع ساعه، بصوا بقت معايا جميله. افردها كده، بس هحاول ان انا ما اخليهاش رقيقه قوي، يعني هتبقى وسط كده. العجينه هتكون سميكه حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين كده السمك كده. هجيب بقى كده القطاعه كوبايه حسب ما متوفر عندك. هبدا ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين حجم السمبوسه اللي انا عايزاها. طبعا اللي بيتبقى من العجين بكمل بيه تاني اهو، وهرص كده عندي في الصينيه، وابدا بقى احضر الحشو بتاع السمبوسه. طبعا هحط الجبنه، وهحط معاها الدقه الزعتر اللي انا موريها لكم دي. بجيبها بصراحه بتبقى تحفه، هي بتتباع جاهزه كده عند العطار. بقلبهم كويس في قلب بعض كده، وبعدين بقى ببدا انزل اخد حته كده بالمعلقه واقفلها كويس، وبعدين اديها شكل كده بالشوكه، بتدي شكل رائع ما شاء الله، تحفه تحفه. زي ما انتم شايفين كده كل الخطوات معاكم. كده خلصت كل الكميه. هنا بقى كانت بنت الردينه عامله الاشكال دي. هبدأ بقى اجيب طاسة على النار طبعا فيها زيت. اول ما يبدأ ان هو يسخن هنزل بقى اقليهم كده. على فكرة يا جماعة، السمبوسة دي ما بتشربش زيت خالص، وبجد بجد تحفة تحفة تحفة. زي ما انتم شايفين طالعة جميلة ما شاء الله، طرية وجميلة وطعمها حلو قوي قوي. تنسيش بقى ان انت تحطي اللايك، واستنوني في فيديو جديد.